الأبراج المائية إما بتنساك أبداً أو بتدمرك، مفيش نص حل. السرطان استحالة ينساك، ده هيفتكرك وهو على فراش الموت. السرطان بيحتفظ بكل حاجة، رسالة كتبتها من زمان بعيد، والفيديو اللي صورتوه في أول لقاء محفوظ في 3 نسخ احتياطية. السرطان مش بينسى أبداً. ممكن يتجوز ويخلف عيال، بس لما يسمع الأغنية بتاعتكم هيقعد يعيط زي الأطفال. ده مش حب، ده مرض اسمه ذاكرة أبدية. العقرب أخطر إجابة. العقرب مش بينساك، بس كمان مش بيسامحك. بيحتفظ بكل التفاصيل، مش عشان يرجع لك، لأ، عشان لو شافك يفكرك بالألم اللي عملته فيه. العقرب بيعيش على الانتقام العاطفي، وبيتمنى كل يوم إنك تندم وتحس بنفس الألم. بيفضل متعلق مش بيك، لأ، بالكره اللي جواه ليك، وده أسوأ نوع من أنواع عدم النسيان. الحوت الأخطر على الإطلاق. الحوت بينساك في الواقع، بس بيفتكرك في الخيال. بيعيش معاك في دماغه حياة كاملة، بيتخيل سيناريوهات إنكم رجعتوا لبعض، بيسمع صوتك في كل أغنية. الحوت بيهرب من الواقع المؤلم لعالم من الأوهام الجميلة، وده أخطر نوع من أنواع عدم النسيان، لأنه بينسى الحقيقة ويعيش في كدبة حلوة. مائي ولسه فاكر حد من زمان. اكتب برجك في الكومنتات وخلي الناس تعرف إن الأبراج المائية ما بتنساش أبداً، وما تنساش الفولو في أسترو ماسر.